الدنيا عندك تكون كويسة أول ما أخلص مع محمد وتخش معانا نحل إن شاء الله إيه السي تي إف بتاعتنا. تمام كده. وعشان برضو لو حد عنده أي سؤال من الشباب وكده، يعني إن شاء الله هيكون في الآخر في نص ساعة كده ندردش فيها في الأسئلة بتاعتكم زي عوايدنا يعني. فإحنا دلوقتي هنتكلم بقى مع باشمهندس محمد عمرو. يلا يا باشمهندس ولا إيه؟ والله يا ريس معاك. بالمناسبة يا شباب، بس باشمهندس محمد عمرو من ضمن الانستراكتورز اللي معانا في نت رايدرز يعني. ما شاء الله عليه في شرح الكورسات بتاعت سانز، اللي هي طبعا ديت من أصعب شركات السكيورتي في العالم حرفيا. السيرتيفيكت بكام يا محمد؟ انت السيرتيفيكت غير المنهج نفسه، السيرتيفيكت ممكن توصل ل $1000، ممكن تزيد او تقل على حسب الشهاده نفسها. مم. اما لو حد ياخد المنهج كله فممكن المنهج يوصل 7000 و $8000، بس طبعا هات 01 يعني ايه، مضيعه كله الحمد لله. طيب احنا دلوقتي عايزينك تعالى تدينا بريف كده عن نفسك. مين محمد عمرو؟ بيعمل ايه؟ صنعته ايه بالظبط؟ بص يا سيدي، انا خريج هندسه اتصالات، ماليش علاقه بالسايبر سيكيورتي اصلا. في البدايه اصلا انا كنت داخل ميكاترونكس، ولكن لما دخلت الميكاترونكس وجو كهرباء انا الجزء ده ما دخلش دماغي. ابتديت بعد كده في لغه السي. مع الكليه بدات بعد كده امشي ويب ابلكيشن شويه. كانت بدايتي اصلا ويب ابلكيشن للتليفون تيستنج. الحمد لله انا كنت في الفتره بتاعت الكورونا دي، مشيت فتره كويسه جدا في البنشات تيستنج. بس زي ما تقول ايه، مليت من كتر قرايه الرايت ابس والاكس اس والثغرات وهكذا. الحوار كان ممل قوي عشان تقدر توصل لحاجه ادفانسد بالنسبه لي. بعد كده ابتديت بالوقت اذاكر شويه اي اي شويه كذا، ابتديت اخد اكتر من مجال. في الاخر خالص استقريت ان انا اشتغل سوك اناليست. طيب ايه اللي خلاني اصلا اتحرك لسوك اناليست؟ لو حد عارف عمر طارق زي اه، اللي هو صاحب شغال في اي بي ام. سايبر بروجكت. اه، عمر طارق كان بدايته في السايبر سيكيورتي كانت مع بدايتي. يعني انا يوم ما اتعرفت عليه كان هو اكبر مني ب4 سنين، معايا في نفس الكليه. هو اللي اداني الرود ماب وانا مشيت معاه. وقعدت تقريبا حوالي 3 4 شهور برضه تايه في حوار الرود ماب شويه، عشان الناس برضه ايه، بتقعد تطول قوي في حوار الرود ماب. طيب، آم، في نقطة بقى كنت عايز أقول عليها برضو، إن أنا يعني الحمد لله بمرور الوقت بدأت إن أنا أذاكر تقريبا. دخلت انترفيوز كتيرة، وكل شوية بمرور الوقت بمرور مذاكرتي يعني درست سواء مع أحمد سلطان، درست يعني شويه اي سي دي اتش بي، شويه اي اي، شويه فيرتشوال تيستنج، دخلت في كل مجال شويه. لحد ما في الاخر من كتر ما انا ما تعبت مثلا من ان انا مش عارف اظهر نفسي او اي حاجه، ابتديت ان انا اذاكر وابتديت ان انا اعمل كورس وادي كورسز اصلا اونلاين لناس سعوديين. بدايه كورس اصلا 504، اللي هو تقريبا ناس كتير عرفتني بسبب ان انا كنت بشرح حد ال 3 موجود في السعوديه، دوك ال 3. تمام، يعني ثريت هانتنج اصلا كنت بشرح له ايه 504. فوانا بشرح 504 كنت سجلت الفيديوهات نفسها، وقلت ان انا ايه ارفعها على اليوتيوب. سبحان الله، انا في ظرف تقريبا شهرين او 3 شهور تقريبا 1500 مشترك. الحمد لله، يعني ناس كتير لقيتها بدات تسال على الكورس وبدات تفهم الحمد لله. بدات قلت خلاص ما دام الناس فهمت مني هدي كمان 450. لقيت كميه فظيعه من الناس ما شاء الله بدات تهتم وبدات تذاكر. من ساعتها بقى ايه بدات ان انا اتعرف في المجال. دخلت طبعا في الاول في الاخر من 4 شهور تقريبا الحمد لله اتقبلت في بنك كيو بي. شغال سوك اناليست بقالي 4 شهور هناك. جميل. آه طيب عايز اعرف منك ايه هو السوك او السكيورتي اوبريشن سنتر، وايه هي الوظيفة الاساسية بتاعته، او ايه طبيعة شغلكم؟ طيب انا بحب اشرح الحوار ده بمثال بسيط خالص. انا دلوقتي لو قاعد في محل، ممكن دلوقتي في حرامي يجي يدخل عليا بايه؟ بطبنجه او بسلاح او غيره عشان يجي يسرقني. مم. فانا المفروض اكون بطريقتي انا كمدافع، المفروض ابقى فاهم الحراميه دول ممكن يخشوا عليا ازاي، يبقى اعرف البنتشر تيستنج بيتم ازاي. ما ينفعش ان انا ابقى از سوك او انا ادافع عن المكان من غير ما اعرف اللي قدامي ده ممكن يهاجمني ازاي اصلا. فبناء على الطرق بتاعته اللي ممكن يهاجمني بيها، سواء يخش عليا بسلاح مسدس او او خرطوش او كذا، ايا يكن نوع السلاح، مش فارق معاك، بس انت رسمت السيناريو لنفسك.
بدات ان انت تعمل ايه؟ بدات تركب كاميرات مراقبه علشان تدافع. فانت علشان تخش في الشق لازم الاول تفهم البنتريشن تيستنج الاول ماشي ازاي، علشان انت بقى في شغلك هتعمل ايه؟ هتمونيتور على الترافيك عندك. يعني انت دلوقتي فهمت فكره السيكوال انجكشن، فهمت الاكس اس، فهمت الاي دور، وهكذا. الحاجات دي كلها بتتم عندك على الويب سايتس. طيب انا دلوقتي عايز امونيتور على الموقع اللي عندي. هو طبعا مش بيكون عندك موقع بس، انت بتمونيتور على النتورك بشكل كامل. سواء مثلا النتورك الداخليه او الحاجات اللي جايه من الاوتسايد سكان اللي هي بتجيلك، اللي هي الاوتسايد للانسايد عندك، او تدخل عندك مثلا على موبايل بانكينج. يعني ممكن اتكلم بصيغه اللي انا شغال في بنك يعني وكده، فاحاول اتكلم من وجهه نظر البنك يعني. فتخيل كده انت معايا مثلا حد بيحاول يفتح الويب سايت بتاع كيو ام بي، اوكي، الاقي واحد عمال يجرب اكس اس وسيكوال انجكشن وهكذا. انا دوري ايه؟ دوري ان انا امونيتور عليه، اشوفه هو داخل يعمل عندي ايه. طيب الحاجات اللي عملها دي، هل هو نجح فيها ان هو يخترقني ولا لا؟ فرضا ان هو اخترق او في حاجه، ببتدي اخد على الانسيدنت اللي حصلت عندي دي ريسبونس. اما ان انا ابلوكه بقى من على الويب، او ان انا احاول انا اقربه اكتر، احاول اشوف اخره ايه، هل هو سكريبت كيدي، هل واحد داخل يجرب ويمشي. فانا شغلتي كسكيورتي اوبريشن سنتر ان انا بمونيتور على الترافيك جوه البنك وبره البنك. يعني الحاجات اللي بتيجي من بره لجوه بمونيتور عليها لاي واحد بيعمل حاجه عندي. ولو حد جوه البنك مثلا حاول برضه ان هو يعمل حاجه غلط، او يفتح مواقع معينه او غيره، مواقع مثلا ممكن تكون ماليشس، لا ببتدي برضه ان انا ابلوك منه الحاجات دي. لو حد مثلا حاول يطلع على كذا موقع من نوع معين مثلا، انا دايما اعمل له بلوك، لا ببتدي ارفع انسيدنت بي واروح اكلم. كل ده ليه؟ علشان اعلي السكيورتي عندي. طبعا انا بكون معتمد عندي في السيستم ان هو يكون هاردننج عليه بوليسي كتيره جدا، علشان ما حدش يقدر مثلا يدخل على المواقع دي، اللي هي المواقع اللي انا مانعها او اعمل عليها بلوك. بس انا وظيفتي ايه؟ ان انا امونيتور عليه جوه البنك، او حد من بره البنك يحاول يخش عندي جوه. جميل. جميل. يعني انت بتمونيتور وبتحاول اللي هو انت من الاخر كده انت بتحاول تديتكت اي اتاك ممكن يحصل عندك، صح كده؟ بالظبط، سواء جوه البنك او بره البنك. عامل بالظبط زي، عارف انت لما يكون مثلا انت قاعد جوه مبنى بالليل، عمال تلف على كل اوضه اوضه علشان مثلا لو في حرامي او في حاجه او غيره، او انا دي شغلتي من جوه ومن بره، ببتدي اراقب كل حاجه بتحصل هنا. جميل. جميل جدا. طيب انت يومك بيبدأ ازاي اصلا يا محمد؟ يعني انت دلوقتي صحيت من نومك، يومك بيبدأ ازاي؟ البروسيس كلها من اول ما بتنزل البنك لحد ما بتروح، الديلي لاي السايكل بتاعت اليوم بتاعك. هيكفي اليوم بتمشي ازاي؟ انا بروح، هو عموما الحوار ده بيحصل في اي شغل شوك اناليست. بمجرد ما توصل الشغل، انت شغلكم بيبقى عباره عن ايه؟ بيشتغلوا شيفتات على مدار الاسبوع، 24 ساعه في الاسبوع حرفيا. جمعه وسبت مش اجازه رسميه على الكل، لا، في ناس بتاجز جمعه وسبت، ناس بتاجز سبت وحد، ناس بتاجز حد واثنين، وهكذا على حسب التقسيمه بتاعه البلان بتاعتك. مجرد ما بوصل بيكون في واحد قبلي في الشركه، لازم اعرف ايه اللي حصل عنده في الشركه طول مم. الوقت. لو في حد كان بيحاول يسكان عندي، هو قال لي عليه، ببتدي برضه ان انا امونيتور عندي الحوار اللي بيعمل سكان ده، هل هو مكمل ولا لا. ليه؟ في نقطة عايز أوضحها لك. أنت مش دايما لما تلاقي أي حد بيحاول إن هو يسكان عليك لازم تروح تعمل له إيه؟ بلوك. ليه؟ لأن الفاير وول مثلا ليه كباستي، ما ينفعش يزيد عليها. تمام؟ مم. لو زادت عن حد معين أو الحد المطلوب تبقى مشكلة، ممكن تأثر عليك في حاجة معينة. فبالتالي أنا بحاول مثلا إن أنا دايما أمونيتور على الأي بيز، مش أي حاجة أشوفها إن أنا أعمل لها بلوك. وممكن يكون سكريبت جديد جاي يجرب عندي وخلاص. فأنا عملت هاند أوفر، وزميلي قال لي مثلا في حد بيحاول يعمل سكان، ركز عليه. برضه ابتدي اعرف مثلا الانفايرمنت عندي ماشيه ازاي، هل كل حاجه كانت ماشيه تمام، هل في حد كان بيحاول يعمل حاجه معينه. طيب هل في انسيدنت هو رفعها لغيري؟ طب لو هو الانسيدنت اللي رفعها مثلا ال L2، هل ال L2 بعد ما رفع الحاجه دي مم. وخدها وعمل بيها اسكليشنز، هل هو رد مثلا أو عمل بيها اسكليت مثلا ان هو ايه؟ يعني مثلا هو يبلوك حاجه مثلا عن طريق الاي دي ار،
او عن طريق الانتي فيروس انا في انسيدنت لقيتها، فايل مثلا موجود غريب كريبتو مايننج ايا يكن يعني، عملت بيها اسكليشنز ال L2، ابتدي اشوف مثلا ال L2 ده هل هو اخد اكشن ولا ما اخدش، بحيث ان أنا لو ما خدش اكشن ابتدي اعمل له ريمايند. لان ممكن عادي وارد جدا ال L2 بيشوف حاجه مثلا ومن كتر ما هو الشغل عليه حاجات تانية ينسى، فلازم ان انا اعمل له ريمايندر في الحاجات دي. طيب انا بقى بعد كده بعد ما بفهم الدنيا ماشيه ازاي كده في الشيفت اللي قبلي ودي الشيفت اللي قبلي، اقعد على الجهاز احدد التايم فريم بتاعي، يبتدي يجي لي اليرت. الاليرت دي بتبقى عباره عن ايه؟ اما فولس بوزيتيف يا اما ترو بوزيتيف. فولس بوزيتيف يعني ايه؟ مم. فولس بوزيتيف يعني ان انت تلاقي مثلا حد بي بيحاول يفتح موقع هو نورمال بيهيفير، بس هو مديك ان دي مشكله، فانت بيجي لك اليرت لحاجه او تنبيه لحاجه وهو اصلا مفيش مشكله ولا حاجه. يعني زي مثلا انت جاي فتحت جوجل دوت كوم، ضرب لك اليرت يقول لك ان في حد بيفتح جوجل، فتروح تجيب انفستيجيت في الحاجه دي، فتلاقي ايه ده؟ طب ما ده جوجل فتحه عادي، فانت كانك كده بتضيع وقتك. طيب وسن الحاجات اللي انت بتعملها دي انت بتبتدي تقفلها طبعا وتعمل انفستيجيشن فيها، لان في حاجات بتبقى ترو بوزيتيف. ترو بوزيتيف يعني ايه؟ تلاقي مثلا حد بعت لك ميل يعني شخص معين مثلا اتبعت له ميل اكسترنال من بره لجوه، ويحمل الفايل وضغط عليه ضغطتين، فجالي اليرت بي ان في حد ضغط على حاجه، ابتدي ان انا اروح للحاجه دي واعمل فيها انفستيجيشن، احقق منها، شوفوا هو مجرد ما فتحه الحاجات دي اثرت عندي على السيستم ولا لا. طب ولو اثرت لحد فين؟ طب ولو ما اثرتش هل في مثلا انا عندي ساند بوكس لقطها عمل لها ريموف ولا عمل لها كارانتين ولا عمل لها كذا. طيب ممكن اخد الهاش فايل دوت انا اجيبه وابتدي اعمل فيه ريفيرس انجينيرنج او اعمل فيه مالوير اناليسيس. بيبقى عندنا جزء بسيط كده ان انت كسوك اناليست برضه ان انت تعمل مالوير اناليسيس، طبعا دي بتفرق على حسب كل شركه يعني، مم. وبحيث ان هو يطلع منها ايه اي او سيز. اي مالوير ممكن يحتوي على اي بي، يحتوي على دومين، ممكن يحتوي على هاش، اي وي ار ال. تمام، اي او سيز من الحاجات دي انت ممكن تطلعها من خلال المالوير اللي ظهر عندك جوه السيستم. فتبتدي ان انت بقى تاخد بناء على الانسيدنت اللي حصلت دي اكشن، ان انت تبلوك الحاجات المالويرز اللي جات لك عن طريق الميل الفيشنج ده انا بشرح وسن ان انت لو جالك انسيدنت، الانسيدنت دي هي ترو بوزيتيف. طيب برضه بما اني قاعد طول الشيفت ممكن حد مثلا في وانت في الشغل باعت لك ميل انفستيجيشن. ميل انفستيجيشن يعني ايه؟ واحد جاله ميل هو شاكك فيه، انت بتاخده بتعمل له اناليسيس. طيب تبتدي ان انت مجرد ما انت تاخده تعمل له اناليسيس بقى بتستعمل التولز بتاعتك، لو مثلا ام اكس هيدر تولز، لو انت عندك ستاند بوكس مثلا والفايل الميل انفستيجيشن اللي جاي لك مشكوك في امره ده في بي دي اف، تاخد البي دي اف دون تحطه في في ام معزوله تبتدي برضه تعمل فيها مالوير اناليسيس وغيره. طب كل الشغل ده بيتم على ايه؟ هو بيتم من حاجه واحده بس، هو السيم سوليوشن ايا يكن نوعه ايه. بتعامل بقى مع سبلانك مع كيو ريدر، بتعامل مع الالاستيك، مش هيفرق معاك. فانت اغلب شغلك از سوك بيجي لك اليرتس، الاليرت دي انت بتشوفها هل هي ترو بوزيتيف ولا فولس بوزيتيف، وتبتدي تنفستيجيت فيها. لو انت حاجه شكيت فيها بتسكريت بيها ال L2. طيب مجرد ان انا بخلص وسيم الشيفت فببتدي مثلا اشوف اللي بعد وابلغه ايه اللي حصل عندي في الشيفت، ويبتدي هو يكمل بعدي بنفس الطريقه. طبعا انت شغلك مش بيتم على المدار كده على طول، في حاجات مثلا بتبقى فولس بوزيتيف بتاعت عندك كتير، فانت ممكن تعمل ليها حاجه اسمها تيوننج. تيوننج يعني ايه؟ يعني ان انت تقلل الفولس بوزيتيف اللي بيحصل عندك ده. طيب انا عشان اقلله بقلله ازاي؟ بقلله بناء على الرولز اللي بتبقى عندي على كيورادور او سبلانك او ايلكي او غيره، بحيث ان انا اقلل الفولس بوزيتيف اللي بتجيلي كتير اللي اقعد اديب انفستيجيت فيها على الفاضي وهي ملهاش لازمه، بحيث ان انا اقدر اطلع حاجات فعلا ممكن تاثر عندي جوه السيستم. لان انا لو جالي مثلا 100 او 200 مثلا فولس بوزيتيف او 300 فولس بوزيتيف وانا قاعد لوحدي في الشيفت، ممكن حاجات تعطل مني في النص تكون ترو بوزيتيف وتوديني لمشاكل كبيره. طيب فانت بدون مش مثال مقاطعة. ان انت بتقفل ده. مم. ها، طب ثواني، كنت عايز أسألك بس يعني إيه أصلا كلمة فولس بوزيتيف وترو بوزيتيف؟ هقولها تاني. مم. هو الفولس بوزيتيف
ان انت واحد داخل على جوجل دوت كوم وجالك اليرت يقول لك ان في الحق، ده في واحد فاتح جوجل دوت كوم. طب هي الحاجه دي عاديه ولا عباره عن انسيدنت؟ مم. يعني بسالك جاوب. انت بتسألني انا يعني؟ اه. واحد رايح على جوجل، طب ايه اللي فيها؟ مش فاتح فاهم. جوجل دوت كوم عادي جالك اليرت بيه، لا ما يعني ده. ان انت تنفستيجيت فيه. لا ده عادي ده. حلو، فده بيتقال عليه فولس بوزيتيف. حاجات عاديه بيجي لك بيها اليرتس. مم. الترو بوزيتيف بقى اللي انا قصدي عليه اللي هو ايه؟ هو حد فتح موقع ماليشس، هو بالفعل اوريدي ان هو ماليشس وجالك اليرت بيه، فده صح. فده انت لما تيجي تنفستيجيت بيه هتقدر ان انت تسكليت فيه. جميل. ده اللي انا قصدي عليه. حاجات مالهاش لازمه بتكرر لك عندك على طول. فاللي ملوش لازمه انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل دي حاجه اسمها تيونينج، تقلله علشان ما يفضلش يعني تهت معاك كل شويه. كل شويه يقول لك ايه، ده في واحد فتح جوجل، ده في واحد فتح جوجل. انت هتتشتت من الحاجات الكتيره اللي عندك، وزين ان ممكن يكون في واحد بالفعل فتح موقع ماليشس وانت مش واخد بالك او مش شايف. مم. فانت شغلك مش بيبقى على قد ان انت تقفل ده بس، لا، انت بتعمل تيوننج، بتحاول تقلل الفولس بوزيتيف، بتعمل ريكومنديشن ليها طبعا. ممكن ان انت برضو يجي لك مثلا تقعد مثلا وانت بتسيرش، يجي لك مثلا في التيم اللي فات انت اللي يديك اي او سيز. الاي او سيز دي اللي هي ايه بقى؟ هاش، يو ار ال، دومين، اي بي. يقول لك انت سيرش عليها في الانفايرمنت. طيب، هو خلينا بس الاول نفهم فكره الثريت انتل عندك كسوك بيفيدك في ايه. مم. انا بحكي لك بس يوم كده من الحياه اللي انا بعيشها زي ما انت ما سالتني السؤال. فالستريت انتل هو وظيفته لو في رانسوم وير نزل جديد هو بيديك الفيدز بتاعته اللي هي الاي او سيز اللي انا لسه قايل لك عليها من شويه، يو ار ال، الاي بي، الدومين، وغيره. الاي. تسيرش بيها عندك جوه الانفايرمنت علشان لو انت عندك امباكت من الحاجات دي ظهرت عندك جوه السيستم وانت مش واخد بالك منها. من الاخر كده، تبقى كارثه. اضرب نفسك قبل ما حد يضربك. بالظبط. مم. شوف الرانسوم ويرز الجديده اللي ممكن مثلا تتعدى من خلال الاي دي ار ممكن ما يشوفهاش مثلا. مم. سيرش عليها عندك في اللوكس، لقيتها. مم. حد بيسأل عن ال 1 وال 2 وال 3. اه طيب ماشي عشرة. حوار اللايرز ده، ايه الفرق بين اه اللاير 1 و 2 والمانجر وكده يعني؟ عشرة. سيبنا اشرحها بس في الاخر. انا بحكي يومي اللي انا عايشه دلوقتي. طيب ماشي. تمام. ماشي. وانس ان انت انت اللي هو اداك الاي او سي دي، سيرش عليها جوه الانفايرمنت عشان لو لقيت حاجه تقدر ان انت ايه، تسكريت بيها. ممكن تبقى انسيدنت انت مش واخد بالك منها. يكون الفايل اللي نزل عندك ده عمل ميتيجيت للاي دي ار، عمل ميتيجيت للانتي فيروس وللواب، وعدى كل حاجه ومفيش حاجه شايفها خالص. فانت زي ما انت ما قلت كده، الحق نفسك قبل ما حد ما يضربك من بره. وانس ان انا خلصت الشيفت وقفلت الشيفت ده شغلي كله في ال 1. مم. بيبتدي بقى ايه، خلاص اقدم اللي بعدي وخلاص كده انا خلصت اليوم بتاعي. تمام. طيب ايه هي طيب. ازاي مثلا بتتعامل مع الضغط والالرت الكتيرة اللي بتظهر لك واللوجز الكتيرة وكل الكلام ده بتتعامل معاها ازاي؟ طيب في بس سؤال هنا اتسال لي عايز اجاوب عليه علشان محدش يتوه. ماشي. هو ال 1 وال 2 وال 3، وبعد كده هجاوبك على السؤال. طيب، هو ال 1 اللي انا حكيت عليه اللي انا بعيشه في يوم، ده انا بمونيتور على السيستم من خلال السيم سوليوشن فقط. اي حاجه فولس بوزيتيف او ترو بوزيتيف برفعها ال 2. يعني ايه بقى برفعها ال 2؟ ده واحد بيكون خبره اكتر ك ال 1، بيكون عنده اكسبيرينس اعلى وبيستعمل تولز اكتر وفاهم شويه دي في ار. ده بيعمل ايه بقى؟ ده وظيفته ان هو يديب انفستيجيت اكتر في الحاجه اللي انا رفعتها. بيكون معاه سوليوشنز اكتر بيستعملها اكتر مني من السيم سوليوشن، يجيب انفستيجيت فيها ويتاكد هل الحاجه اللي انا رفعتها دي بالفعل هي ترو بوزيتيف ولا فولس بوزيتيف. وفي حين ان هو اتاكد من حاجه زي كده بيبتدي بقى هو ياخد على الانسيدنت اللي حصلت عندي، ياخد عليها ريسبونس. تمام. مم. طيب، بالنسبه بقى للتير 3 الناس اللي بتتكلم عنه، فده بيتقال عليه ثريت هانتنج. ده واحد بيبقى عنده طبعا هو عدى ال L1 وعدى ال L2
ده واحد بقى بيهانت عندك جوه السيستم من خلال ان هو بيجيب انفستيجيشن بشكل كبير من غير ما يعتمد ال على الالرتس اللي بتجيله. لا، هو عارف ان في بيهيفيرز معينه ممكن تحصل عندك جوه السيستم، لمالوير زي لوما ستيلر مثلا لسه نازل جديد، ليه بيهيفير وطريقه معينه في ان هو يعدي الاتجار ويميتيجيت منه. لا، يحاول يدور عليه من غير بقى ما يعتمد على اي او سيز او غيره. فبيتشيك على الحاجه كده ويفشها هو من غير ما يلجأ لحاجه معينه، تمام، على حسب خبرته. وضحت ولا؟ وضحت كده، وضحت. جميل. طيب، السؤال اللي انت كنت تساله بقى كنت تسالني في ايه تاني؟ معلش. معلش. ازاي بتتعامل مع الضغط والالرت الكتيره واللوجز اللي قدامك وكل الكلام ده، بتتعامل معاه ازاي؟ يعني انا بالنسبه لي انا كعمرو، ما يعني من ضمن الحاجات اللي مكرهاني في شغل السوق، حته ان انا ديديكيتد اصلا 8 ساعات بشيفت مثلا، قاعد قدام سيم سوليوشن، قاعد بمونيتور ترافيك، بشوف مثلا اللي هو من الاخر انا قاعد في ضغط عصبي. انت فاهم؟ يعني احنا مثلا عندنا في البين تيستنج او في الريد تيمنج عموما، انت بتصحى الصبح تشوف الكلام على ايه وبتنزل تتعامل اللي هو من الاخر ايه، تشتبك مع اللي قدامك، سواء بقى ماشين نتورك، ويب، ايا كان. انما انت عندكم بتقعد مثلا 8 ساعات او ممكن 12 ساعة طبعا لو المكان عنيف شوية في الشغل. فانت قاعد بتمونيتور حرفيا، اللي هو من الاخر كده ايه، انت اي دبانة معدية انت لازم تعمل لها انفستيجيشن. فانت بالذات بتتعامل مع الضغط بص، ده. هو ازاي بتتعامل برضه مع الضغط انت ده؟ في نقطه انت مش وصلت لك. امم. انا بيجي لي اليرت تنبيه زي كده النوتيفيكيشن، يقول لك الحق في واحد عمل كذا. فانت بتروح على النقطه او اللوجان تنفستيجيت فيها، تتاكد هي صحيحه ولا غلط. امم. تمام. مش بدخل على لوجان عندي في السيستم. امم. فاهم حاجه؟ لا انا عايزك توضح فده لي اللي اكتر. بقول عليه اليرت. طيب، خليني اوضح لك بشكل اكتر. انت لما بتيجي تفتح تطبيق، انا دلوقتي مثلا جيت فتحت موبايل، فتحت مثلا ملف اي بي كي عادي، فجالك نوتيفيكيشن الحق التطبيق ده خطر. فانت قمت عامل ايه؟ خدت التطبيق ده، ابتديت ان انت تسيرش عليه، تعرف هل هو خطر بالفعل ولا لا. امم. ده اللي بيحصل عندي في الشركه بالظبط. بيجي لي نوتيفيكيشن بحاجه جت على اسمه ده. امم. ثواني يا جدعان وانا هجاوب على اسئله. بيجي لي نوتيفيكيشن بحاجه معينه عندي جوه السيستم، ببتدي ان انا اتحقق منها اكتر، اشوف اللوجات بتاعتها اكتر. وانس ان واحد عندي جوه مثلا السيستم فتح موقع ماليشس، الموقع ده افترض ان هو اكس دوت كوم. طيب، عايز اعرف هو فتح حاجه غير اكس دوت كوم ولا لا. هو ممكن يفتح مواقع تانية ماليشس، لان الموقع ممكن يحتوي على كود جافا سكريبت ماليشس، يحمل عليه حاجه. ابتدي اشوف بقى الجهاز بتاعه حصل عليه ايه لما جه فتح الموقع الماليشس ده. هل اتاثر بحاجه؟ هل اتحمل عليه حاجه؟ هل الاي دي ار قفشه؟ هل الانتي فيروس قفشه؟ طيب، لو هو قفش حاجه معينه نزلت على السيستم، ابتدي اخد الحاجه دي على ساند بوكس وابتدي انفستيجيت فيها واطلع اي او سيز. وصلت الفكره؟ وصلت كده، وصلت. طيب. طيب، تسمح لي ارد على اجابات الناس بس طب هقول لك على حاجة، مسافش. بص احنا هنخلي الأسئلة بس في الآخر عشان ما نتشتتش. نخلص بس يعني نخلص الايه يعني زي المحاضرة كده ايه سريعا، ونخلي الأسئلة في الآخر. طيب. تمام. انت دلوقتي مثلا انت ازاي انت دلوقتي في فريق البلو تيمينج مثلا، صح كده؟ حلو. تمام. ازاي مثلا، وطبعا انا على حد علمي ان انتوا عندكم في كيو ان بي انتوا بتعملوا انجيجمنت مع شركات اللي هي سيرفيس بروفايدر اللي هي بتقدم سيرفيس بين تيستنج يعني. انت ازاي بتتعامل معاهم؟ ماشي. ازاي بتتعامل معاهم؟ هي دي حركه بتبقى بصراحه بتفيدنا احنا السوق جدا. لكن انت تتخيل ان انت قاعد كده عندك بتراقب الشبكه، ففي حد عندك جاي قبل شويه تيستنج بلغك انا هاجي اعمل اتاك على سيرفر الفلاني. الميزه انت بتقعد ايه بقى؟ تقعد تشوف هو بيستعمل ايه. هل ممكن يظهر لك عندك مثلا هو بيستعمل سكريبت تولز مثلا، ده بيجرب سكريبت كذا عشان يدخل عندك جوه السيستم. وانس ان هو نجح في حاجه معينه، ببتدي ان انا اطلع فيها ريبورت واقول والله الشخص الفلاني ده
دخل عندي على سيستم كذا وجرب تول 1 2 3 4. طيب ببتدي ان انا اعمل ايه؟ ريبورت لنفسي. هو الاتاكر ده او البنشر تيستنج ده عمل ايه عندي جوه السيستم؟ طيب هو بقى برضو البنشر تيستنج بيعمل ايه؟ بيعمل لك ريبورت. تيجي مثلا المديرين يقول لك ايه؟ انا عايز اشوف وهو بيمونيتور شاف ايه، واللي كان بيجرب كان بيجرب ازاي. فانت بتقوي نفسك ان انت تنفستيجيت صح جدا من خلال ان انت عرفت اللي قدامك ده كان بيتست عندك ازاي من اللي انت شايفه عندك. يعني كأن انت بالظبط ايه، واحد داخل يسرق وانت قاعد في مكان، وانت قاعد بتشوفه كده من الكاميرات، وقاعد تشوف تحلل ايه الحركات او السلوكيات اللي كان بيستعملها طول الوقت. مم. فدي بتبقى ميزه ان انا اقدر اتعلم وافهم واشوف الاتاكس دي بتحصل عندي ازاي، واقدر اكتشفها عندي ازاي، واعمل لها ديتكت عندي ازاي. وهل الاتاكس اللي كان بيستعملها دي كانت بتديني اليرت اللي هو التنبيه نوتيفيكيشن انا لسه بكلمك عليه من شويه، ولا لا؟ بحيث ان هي لو ما ادتنيش نوتيفيكيشن يبقى انا عندي مشكله جوه السيستم. مم. تمام. طيب. تمام. طيب. انت شفت قبل كده اي بي تي اتاكس ولا لا؟ آه كسيموليشن يعني ولا ايه بالظبط؟ اه، كسيميليت مثلا حد عندكم مثلا عمل يعني مثلا عمل زي سيميليت كده لاي بي تي اتاك، او مثلا حصل عليكم اي بي تي اتاك قبل كده؟ قبل ما اكون موجود كان تقريبا في 2016 طيب. من نظرة جروب، على ما اتذكر يعني انا كنت قريت الحوار ده. كان لازرز برضه؟ اعتقد كان نظرة جروب، انا كنت قريت على النت الصراحه، بس الكلام ده كان من 2016، كان وقتها ما فيش سوق ال 1 اساسا. كان لسه. مم. آه طيب. دلوقتي عايز اعرف منك، وانس ان انت حصل عندك اتاك بالفعل، طبعا انت اول ناس بتاخد في وشها الناس اللي هم بتوع السوك، تحديدا اللير 1 دولت اللي بياخدوا في وشهم على طول. فانا عايز اعرف منك ايه هي البروسيس بتاعه الانسنت ريسبونس اللي انتوا بتاخدوها عشان تديتكت الاتاك ده، خصوصا ان الاتاك ده مثلا لو حصل على اي تي ام بانكينج جوه عندكم، او دخل للاكتيف دايركتوري او دومين كنترولر او اي عك من العك ده يعني، ودخل جوه، بتتعاملوا ازاي؟ او البروسيس بتاعتكم بتمشي ازاي جوه لحد ما تكفر المشكله اللي حصلت؟ بص، هو انا اقول لك على حاجه. هو احنا اوريدي مش بنتعرض لاي انسيدنت اصلا، عندنا هارد سيستم كويس جدا. طيب. فانا ما تعرضتش لحاجه زي كده علشان اقدر اقول لك ايه الحاجات اللي بعملها، بس اقدر اقول لك المفروض يتم او ايه اللي يحصل طب ايه اللي لو المفروض حصل يتم؟ حاجه زي كده. ايه اللي المفروض يتم؟ طيب، وانس ان انت لقيت حد بيعمل عندك سكاننج، انا مش لازم ان انا مجرد ما شفت الاي بي ده اعمل له بلوك على طول. امم. ممكن يكون سكريبت كيدي، يعني حد كده بيحاول يلعب معاك ويجي. فمش مجرد ما اشوف حاجه اتخض ان هو حد يعمل عندي سكان وده اي بي تي. لا، لازم اقعد استنى كده اشوفه بيسكان ازاي، ايه طرق الاسكان او ايه التولز اللي بيستعملها. هل ان ماب؟ طب ما لو ان ماب مثلا وبيستعملها بطريقه عاديه، واحد بيعمل ان ماب ايه داش ايه مثلا على الاي بي المعين، هو امم. معروف الترافيك بتاعه او الدنيا معاه ماشيه ازاي. فخلاص ده واحد عادي، واحد طبيعي نورمال سكريبت كده بيجرب حاجه. انما لو لقيت واحد بقى بيستعمل داش كتيره وحاجات قويه في الان ماب وطرق كده معينه في السكاننج، لا ده انا ابتدي اشك مثلا تاني. فونس ان انا ابتديت اشك في الاي بي ده، كده اروح بقى على الاوسن، الاوبن سورس انتليجنس، امم. بحيث ان انا اشوف الاي بي ده هل يخص مثلا تريد اي بي تي معين، او اتبلغ عن الاي بي ده قبل كده ولا لا. طيب وانس ان انا اكتشفت ان هو تبع اي بي تي، انا على طول من قبل ما يحصل عندي حاجه لازم اعمل بلوك. طيب وانس ان هو عمال يسكان وانا ما ضربش عندي اوفنس، ما ادانيش اليرت باللي حصل عندي جوه السيستم، فالمفروض ان انا ايه اللي هيتم ساعتها؟ دي تبقى مصيبه، او عندي فيه مشكله في السيستم ان هو ازاي ما عملش ديتكت الواحد بيعمل سكان. تمام. تمام. طيب هو بعد ما بيعمل سكان اوريدي، بعد تاني حاجه بيعملها على طول ان هو بيحدد الويبون بتاعه، السلاح اللي هيستعمله. امم. وبعد كده بيبتدي يعمل لك ديليفري، سواء مثلا هو هيتعامل بقى مع فيشنج بعد السكاننج اللي عملها،
او هيعمل مثلا اكسبلويت، لقى سيرفر معين عندك او في سي بي اي او غيره، فبيحاول ان هو ايه يكسبلويت عندك على السيستم. وانس ان هو عمل لك اكسبلويت، انت اول حاجه بتروح، انت كسوق ال 1 بتروح تشوف هو ضرب ايه على السيستم. هل ضرب الموبايل بانكينج؟ هل ضرب الموقع؟ هل ضرب كذا؟ انت عايز تعرف هو اثر على ايه بالظبط. مم. طيب مجرد ما اثر عليه وحصل عندي اكسبلويت، انا من وجهة نظري ما اخدش على طول ريسبونس على الحاجه دي. لا، انا استنى اشوف هو بيحاول يفكر ازاي الاول. طالما ما اثرش عندي على حاجه معينه، طالما ما ضربش السيستم او وقعه خالص، لا انا اتقل عليه اشوف ايه التكنيكس بتاعته اصلا، هو بيتعامل ازاي، هو بيفكر ازاي اوريدي، لحد ما اشوف هو هيأثر لحد فين او هيوصل لحد فين. وانس ان هو ما وصلش لحاجه بس جمع شويه ديتيلز وخلاص مشي، ابتدي بعد كده بدل لما انا احسسه ان انا اكتشفته، لا احاول ان انا امنع الحاجات دي ان هي تحصل عندي بعد كده، عن طريق ان انا اكتشفت والله ان انا ما كنتش عامل ابديت في الابلكيشن الفلاني، لا ده انا لازم اعمل له ابديت لان هو حاول ان هو اكسبلويت عليه. هو دلوقتي ما حسش بيك ان، يعني هو افتكر ان هو دخل وايه وعمل عليك اتاكس وجمع لك شويه معلومات، وعرف ان بتوع التوك اناليست نايمين مثلا هم ما يعرفوش حاجه، بس انت اوريدي عرفت هو عمل ايه، فقدرت ان انت تمنع الحاجات دي علشان ما يقدرش يجي عندك تاني. مم. فاهم وجهه نظري؟ فاهم. فمش دايما ان لما يجي يحصل عندي اي انسيدنت احس الاتاكر اقول له ان انا قفشتك خد على دماغك، لا، استنى شوف التكنيكس والتكتيك بتاعته، وحاول ان انت بعد ما تفهم هو بيعمل ايه عندك جوه السيستم، ما دام ما اثرش على حاجه او وقع حاجه، خلاص ادرس هو بيعمل ايه، علشان بعد كده تقوم ان انت منع عندك الحاجات دي كلها مره واحده، فبالتالي ما يحاولش يجي عندك تاني. لانه لو حس ان انت اكتشفته هيحاول يغير التكنيك بتاعه في ساعتها، فيحاول يهرب منك في مكان تاني او يشتتك على مكان تاني. تمام. تمام. طيب، انت دلوقتي يعني الحمد لله ما شاء الله، يعني انت دلوقتي شغال في بنك، و يعني خلاص انت دخلت في الماركت بقى. ازاي بتحافظ اه على وطبعا انت كنت بتذاكر قبل كده وهكذا يعني، فانت ازاي بتحافظ على مستواك والليرنينج كيرف بتاعك، بحيث انت تعمل بالانس بين المذاكرة بحيث ما تفضلش في المكان اللي انت فيه، وازاي برضو بتعمل بالانس بين الشغل؟ طيب، هو في حاجه انا دايما بحب اسمعها قوي من باشمهندس سنه زيرو، يقول لك دايما اهم حاجه الاستمراريه. امم. انا الحمد لله مثلا انا الشيفت بتاعي 8 ساعات في اليوم، وانس انا خلصت انا بعتبر ان انا شغلي بالظبط في اليوم كله كده 9 12 ساعه، او بالظبط 11 9 ساعات، اللي هو الشيفت بتاعي، لان انا لازم اروح بدري نص ساعه وبتاخر نص ساعه في الشغل كالعاده يعني، وساعه رايح وساعه جاي، وبعد كده بدي لنفسي ساعه كمان اللي هو الغداء بتاعي في البيت، وعندي 4 ساعات في اليوم اذاكر فيهم، تمام، وعندي 6 ساعات انام فيهم وساعتين لعب. يعني انا منظم يومي كده. طب امتى العب اصلا؟ لما احدد التارجت بتاعي اللي في اليوم. انا دلوقتي جيت خلصت روحت البيت، ببتدي ان انا اذاكر ساينس، عليا الدرس النهارده، حتى لو درس واحد يعني، المهم يكون درس، حتى لو مش بتركيز بنسبه 100% ولو 50%، اكمل تاني يوم ال 50% الباقي، بس ما اوقفش يوم عن الحاجه دي. المهم ان انا استمر. هل شرط ان انا اقفل 4 ساعات في المذاكره؟ لا، في شغل جانبي تاني اصلا غير الكورسات، انا شغال فيه برضه شغل تاني. امم. فالفكره ان انت ايه، تظبط نفسك ان انت تستمر ساعه في اليوم على الاقل. حاول ان انت تسيستم وقتك، ممكن تشتغل اكتر من حاجه في نفس اليوم وتحقق اللي انت عايزه. طبعا انا عشان في السوق ودارس السوق كويس، لاني كل فتره بخلص مثلا بوك 450، فاضل لي اخر بوك فيه الحمد لله، خلصت بوك 4 وهيبتدي ينزل قريب على نيك رايدرز ان شاء الله يعني. وانا يمكن ماشي بريتم بطيء شويه، بس الحمد لله بحقق انجاز بعد فتره طويله. نفس التكنيك ده كده الحمد لله في ظرف قوسين تقريبا 6 شهور اهو، خلصت 504 وقربت اخلص 750.
جميل. جميل. طيب، آه، دلوقتي تنصح بإيه حد دلوقتي وانس ان هو بعد السيشن ديت قال لك انا حبيت السك وعايز ابدا؟ تنصحه يعمل ايه؟ ايه هي الستبس اللي يمشي عليها؟ دايما. في حد قال جمله هنا لطيفه، قال ظابط وحرام. احنا بنلعب اللعبه دي حرفيا. لازم امم. تدرس الاول الحرامي دون هيعمل عندك ايجو سيستم اللي هو مين، البيديتيشن. فايه الكورس البسيط اللي انت تدرسه في حاجه زي كده؟ مثلا اي جي بي تي فيرجن 1 او فيرجن 2. شوف انا بقول لك دي او دي، يفضل بالنسبه لي فيرجن 1. تاخد بيزكس اكس اس، بيزكس سيكوال انجكشن، بيزكس عن الاكتيف دايركتوري اتاكينج. مش لازم تتعمق خالص، بس تبقى فاهم البيزكس بتاعت كل حاجه. فخدت بيزكس كبنتشن تيستنج. في ناس تقول لك ايه، انا مش هروح ادور على درس معين لان الكلمه دي بتبقى عاميه قوي. في ناس تقول لك يعني ايه بيزكس؟ يعني انا هدرس ايه بيزكس مش هتست؟ انا هذاكر اكس اس ولا اذاكر ايه بالظبط؟ اقول لك اكتفي بكورس اي جي بي تي فيرجن 1 بتاع باشمهندس مطيطون. طيب، هتدرس ايه تاني؟ تبتدي برضو ان انت لازم يكون عندك اساسيات بايثون واساسيات عن السكيورتي بلس. يعني يا اما تكون واخد اي جي بي تي وبايثون وسكيورتي بلس، او تاخد سي اس 50 عادي. يعني سواء ده او ده مش هيفرق قوي، على حسب انت في الكمبيوتر ساينس واصل لحد فين. لو انت كويس مثلا، عامل مع الكمبيوتر بشكل كويس جدا، خلاص خليك في بايثون. هتقول لي طب ايه علاقه بايثون بالسوك اناليست؟ اقول لك انت هتدرسها مثلا لو انت بتتعامل بالشغل في اليارا رولز، ممكن تضيف رولز عن طريق البايثون عادي جدا. ممكن تعمل بعض السكريبتس اللي تفيدك في حاجات معينه وانت بتعمل تاسكات عندك في الشغل وهكذا. طبعا انت لو فهمت البنترال تيستنج وفهمت شويه بايثون وفهمت شويه سكيورتي بلس، تبتدي بقى تخش بقى في قسم السوك نفسه. انا بدي بس 3 كورسات يفضل جدا يكونوا معاك: اس اي ار 450، 504. تمام. طيب جميل. هتقول لي الاس اي ار بتغطي ايه؟ عشان لو حد حب يسال، اقول لك هتحس ان هي شويه ليها علاقه ب L2 اكتر من L1. 450 بتاع سيلز بيستهدف اكتر هاو تو انفستيجيت للالرت او الاوفنس اللي بيجي لك. وبرضه في 450 هو بيستهدف L1 بالذات، بحيث ان هو يعرفه على السوليوشنز اللي بتبقى عندك في اي شركه دخلتها في حياتك. سواء مثلا ايه هي الاي دي ار، ايه هي اليو بي اي، ايه هو الاكس دي ار، ايه هو كذا. بيشرح لك الحاجات دي بالتفصيل. بيشرح لك ايه هو السور برضه بالانواع بتاعته. بيشرح لك يعني ايه رول اللي بيبقى موجود على مثلا السيم سوليوشن. يقول لك ازاي ان انت تستعمل الريجكس. الالرت لما تجيلك، لو انت جالك مثلا فايل معين مثلا از مالوير، ايه اللي ممكن السوليوشنز اللي تروح تبص عليها وتجيب اللوجز اللي تخص المالوير نفسه. فهي بتعلمك 450 اكتر هاو تو انفستيجيت، ازاي تنفستيجيشنز، ازاي تسال نفسك السؤال الصح علشان تعرف تنفستيجيت صح. ما هو انت مش السيم بس اللي هيجيب لك كل حاجه، هو السيم هيجيب لك كل حاجه، بس المفروض ان انت هتبص على لوك سورس معين هو اللي هيجيب لك داتا معينه. ف 450 حرفيا كتاب اكتر من رائع، برشحه لاي حد يدرسه. 504 والاس اي ار هيغنوا جدا معاك. الثلاثه دول كافيين جدا لل 1. انا مش شايف ان انت تحتاج اكتر من كده مع البيزكس الاساسيه. جميل. طيب، ايه هي لو انت دلوقتي وانس ان حد ذاكر الكورسات ديت وناوي ان هو ياخد سيرتيفيكت، ايه السيرتيفيكت اللي انت تنصحه ان هو ياخدها بحيث تكون مؤثرة ولها وزنها في السي في بتاعه، بحيث ان هو مثلا ايه دي ممكن تكون نقطة قوة ليه في السي في بتاعه؟ طيب حركه يعني للاسف انا بشوفها في السعوديه، السعوديين بالذات السيزا. بيركزوا. السعوديه عموما اه. بيعتمدوا اكتر على ايليرن سكيورتي كسيرتيفيكت. انا مش مقتنع بالسيرتيفيكت بتاعه ايليرن او الصراحه، لان انت مش عليك مونيتور، ممكن اي حد يدخل يمتحن مكانك عادي.
فهي مم. ملهاش وزن بنسبه 100%. تمام. لو حد عايز يسترتب صح و... ويمشي كويس جدا، فيسترتب حاجه زي 504 او 511. ده سعرها بس كام دي يا محمد؟ 511 دي عشان هي $1000. هتقول لي يا غاليه جدا. اقول لك بس معلش، انت حرفيا لو كتبت في السي في انك درست 504 من غير السيرتيفيكت في مصر، هيجري وراك. مم. انا ما جاليش الشغل ده غير من مذاكرتي لساينس عموما. فساينس ليها تقل وليها وزن رهيب. عرفت تسرتف ساينس كان بها. وبرضه الناس اللي بتاخد او اس بي عندك في البيتشر تيستنج او الاو اه. اس اي بي، هتلاقي ناس كتير بتركز معاهم اكتر. اه احنا فالشهادات اللي ليها وزن عندنا في فعلا. البنتريشن، انت عندك اوفنسيف. مم. اتفضل كمل. بقول لك احنا برضو عندنا في اسمه رب في اوفensive سيكيورتي، عندنا في البنتستنج عموما، او في الجانب بتاع الاوفensive سيكيورتي عموما، لما بيتكتب مثلا في السي في واحد مثلا معاه اي سي بي بي تي وواحد معاه اس سي بي، لا انت بيجي بياخده بتاع او اس سي بي. بس في نقطة عايز اقول لك عليها برضو، مش معنى ان انت مذاكرها ان هي تكون معيار انك تتقبل. انت معنى ان انت مذاكرها معنى ان انا لو عملت سيميليت للاختبار بتاعها في الانترفيو انت ترد عليا وتجاوب. انت فاهم؟ فمش معنى برضو ان انت مش معنى ان انت كاتبها لي في السي في ان انا خلاص انت اكسبتد معايا، لا، ده انا هسيميليت معاك الامتحان وجاوب ورد معايا. انت فاهم؟ مظبوط. مم. فبرضو قيس برضو على كده كل السيرتيفيكتس يعني في العموم، خصوصا برضو ان امتحانات شركة اوفنسيف سيكيورتي بيكون عليك مونيتورنج فيها. يعني انت مم. في حد قاعد لايف فاتح الكاميرا، لو يعني انت لو فتحت سكرين تانية بيلغي لك الامتحان وبتاخد بلوك من الشركة. يعني انا اكتر من حد من صحابي دخل امتحان الاو اس سي بي وسقط فيه. طيب طب سقط فيه ليه؟ بسبب حته المونيتورنج دي، هو قاعد متوتر اصلا. يعني مثلا في البرو لابس بتاعت هاكزا بوكس ديت اعنف من او اس سي بي. لو جبت الشخص اللي سقط في او اس سي بي هيحل البرو لابس. ليه؟ هو مفيش مونيتورنج وقاعد نفسيا مرتاح. انت فاهم؟ ما اللي هو مطمن. انما اوفنسيف سكيورتي انت معاك ديدلاين 24 ساعه، تكون عملت كومبرومايز على كام ماشين او وصلت لكام فلاج جبت البوينت عشان تضمن انت نجحت. فالموضوع في اوفنسيف سكيورتي حتى لما بيتكتب ان انت مسرتف اوفنسيف سكيورتي او معاك الشهاده، انت عديت 90% من الانترفيو اصلا. انت فاهم؟ تمام. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان في شركات وفي حاجات معينه ليها وزنها لو اتكتبت في السي في هي بتعديك من حاجات كتير. امم. فبالنسبه لي ان انت تذاكر ساينس احسن من انك تسرتفها، بس تذاكرها صح. مذاكر او اس بي مش مسرتفها بس مذاكرها صح. الحاجات دي بتفرق قوي في السي في. فاللي ليه تقوله هي ساينس في الشق عموما او الديفنس، انما اللي ليه تقول في الميشن تيستنج عندك هو اوفنسيف سكيورتي. طيب لو انت دلوقتي محمد، يعني ايه هي الكتب اللي انت تريكومند ان الناس تذاكرها؟ لو اي حد بتاع سوق يعني بيسمع السيشن ديت عايز يعرف منك الكتب اللي يذاكرها، كتب مش كورسات. اكتر كتاب ارشحه في السوق اناليست لل 1 تحديدا كتاب مصطفى يحيى. انا كنت قريت فيه شويه، لقيته قريب جدا او مجمع ما بين 450 و 504 بطريقه شيك، بطريقه محترمه كده، حرفيا هيعيشك كانك ال 1 موجود. غير كده ما انصحش ان حد يخش فيه دلوقتي عشان ما يشتتش نفسه باي كتب تانية. امم. يعتمد على ارتكلز اكتر بقى ساعتها. جميل. طيب لو معاك دلوقتي احنا خلاص يعني يعتبر في الختام، لو معاك نصيحة واحدة بس لأي حد داخل التخصص ده هتقول له ايه مثلا؟ يعني انت معاك دقيقتين ثلاثة دلوقتي اتكلم فيهم براحتك، اللي هو انت معاك اخوك الصغير بتنصحه. انا دايما بحب اقولها للناس على طول. ما تفضلش تقعد توتر نفسك. ابتدي، حتى لو هتبتدي غلط مش هتفرق. انا لما ابتديت بويب ابلكيشن عادي جدا، اللي هو فول ستاك ديفلوبينج، وبعد كده دخلت ويب بنتشان تيستنج، وبعد كده دخلت اي اي. ابتدي في اي حاجه قدامك حاليا لحد ما تاخد خطوه او تاخد قرار في الحاجه اللي هتمشي فيها. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما تفضلش تدور على رود ماب كتير وتشتت نفسك، لان انا بشوف ناس بتاخد وقت طويل جدا لما تحدد كورسات تدرسها. لا، خد الخطوه دلوقتي.
وبالوقت هتلاقي نفسك الدنيا بتمشي معاك. تاني نصيحه واهم حاجه بالنسبه لي هي الاستمراريه. كميه قليله، ولو نص ساعه في اليوم، ساعه في اليوم، على مدار 3 4 شهور هتجمع وتحصل جامد اكتر ما انت هتزنق نفسك في وقت معين وترجع تنام بعدين. فدي اكتر نصيحتين بصراحه انا كنت بسمعهم من اسامه الزيرو ومشيت عليهم، وده اللي وصلني اللي انا فيه حاليا. طبعا اللي ما يعرفش باشمهندس أسامة يا شباب، يعني باشمهندس أسامة من أقوى وأدجل الناس في السوفت وير في مصر، ويمكن العالم كله يعتبر. لا أظن هو غني عن التعريف يعني. طيب اسامه الزيرو معروف. طيب حد فيكم يا شباب عايز يسأل باشمهندس محمد في حاجة؟ يعني اللي عنده أي سؤال ممكن يفتح المايك ويتفضل. في أسئلة في الشات. اه قلت لك انا كنت عايز ارد على الناس في الشات، صح. طيب اللي عنده أي سؤال ممكن يفتح المايك عادي وخلاص على كده. يعني ممكن يفتح المايك ويتكلم، يعني مفيش مشكلة عادي. معاكم مثلا 10 دقايق، اللي عايز يتكلم تحت أمره يعني، اتفضلوا. السلام على عليكم. سؤال. عليكم ارد السلام. على سؤال بس الاول. في حد سأل قال ان الشيفت في اليوم بيكون 12 ساعه، بتفرق حسب الشركه. في شركه بتتم 8 ساعات في اليوم عادي جدا، 5 ايام في الاسبوع. في شركات بتبقى 4 ساعات، 12 ساعه، واربع ايام راحه، على حسب نظام الشركه نفسها. تمام، اتفضل. ما انا السؤال اللي تحت على طول. آم، اللي ثريت هانتر يعتبر ثريت انتل؟ لا، ده حاجه وده حاجه. بص، اللي ثريت انتل هو المقصود بيه ايه، او هو بيعمل ايه بالظبط؟ هو بيجمع يعني عارف انت دلوقتي انا حصل عندي اتاك من نوع جديد، او رانسوم وير جديد، او سي في اي نزلت جديده على حاجات عندك جوه السيستم. يعني مثلا دلوقتي انت بتتعامل مع جوجل مثلا، اللي هو متصفح جوجل. متصفح جوجل نزل فيه فولنربيلتي، فاللي فات انت وظيفته ان هو ايه؟ يعرف ايه الفولنربيلتي، وهل نزل ليها باتش ولا لا. بعد كده يبتدي ان هو ايه؟ يعمل للحاجات دي ابديت، او يبلغ لبتوع النتورك ان هم يعملوا لها ابديت. او لو في رانسوم وير جديد، او في اي او سيز نزلت جديده عن طريق طبعا الثريت انتل بلاتفورم، ويبتدي مثلا هو يجيب لك الاي او سيز دي تشوفها عندك جوه السيستم، علشان ايه؟ لو في حاجه منها كده ولا كده، ممكن الاي دي ار ما اكتشفهاش، او اي حاجه تانيه ما اكتشفتهاش. فبحيث ان انت ايه؟ تلحق نفسك قبل ما في ايه؟ يكون عندك حاجه وانت مش واخد بالك. الثريت هانتنج، واحد عنده خلفيه كبيره وخبره واسعه قوي بان هو يقدر يهانت على السيستم. يهانت يعني ايه؟ يحاول يشوف هل في حاجه بتدل على انها malicious behavior بتحصل عندك جوه السيستم. يعني مثلا حد لا فتح اي تي، بيحاول ان هو يديليت بعض الحاجات في الداتابيز، ولا ضرب عندك اوفنس، ولا طبعا انت معاك اي او سيز على حاجات تشوفها زي كده. هو بدأ يمسك لوج 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 ويبتدي يشوف. فلو لقى حاجه زي كده يبتدي يتكلم فيها مين؟ بتوع النتورك. يا جدعان، هو انتوا مسحتوا ديليت الحاجات اللي في الداتابيز دي؟ لو قالوا اه، فيبقى تمام، يبقى هم الناس بتوع النتورك اللي عملوا كده. طب لو قالوا لا، لا ده في حد كده جوه السيستم قاعد بيعمل حاجات وانا ما اعرفش، وما ضربتش عندي اوفنس، وانا قدرت ان انا اجي ابتدي بقى اعرف بقى الحاجات اللي اتمسحت دي اتمسحت عن طريق برنامج معين مثلا. طب البرنامج ده نزل على انهي جهاز؟ طب الجهاز اللي نزل عليه ده بتاع يوزر عادي؟ طب هل هو ليه اكسس ولا لا؟ يحاول يهانت ويعرف ايه السبب، او الروت كوز اللي خلى الحاجات دي تتمسح وما يديليش اليرت بيه. وبعد كده يبتدي يحط على الاساس دي رول، علشان لو حصلت حاجه زي كده تاني تبتدي تهت عندك بوفيت. جميل. تمام. وضحت معاك ولا؟ اه لا تاني. شكرا. طيب في واحد يا محمد بيقول لك شغل السوق متوفر خارج القاهرة بكمية معقولة. آه، شغل السوق عموما هو كله جوه القاهره للاسف. كل الفيندورز موجوده في القاهره. وبالنسبه لو حد بيفكر ان هو يشتغل مثلا از ان هو ريموتلي، شركات بره مصر، في شركات بره مصر بتشتغل ريموتلي.
ليا واحد زميلي شغال مع شركة بريطانية في الفندق، بيشتغل من البيت حرفيا، مرتبات ما شاء الله كويسة جدا. بس الحاجات زي كده انت بتتعامل مع ناس اجانب، فانت لازم تبقى في الانجليش اقوى بكتير جدا من التكنيكاليتي. وهو متوفر بالفعل بره مصر كمية كبيرة يعني. انما لو بتتكلم على حدود القاهرة مثلا، حلوان او غيره، لا مفيش، هو كلها جوه القاهرة. جميل. طيب احنا كده يعتبر خلصنا الأسئلة السيشن. التانية، في ايه تاني؟ واحد بيقول حد لك بيسأل بيقول لك برامج. واحد بيقول لك برامج ايه اكتر انواع اليرت اللي بتشوفها في السوق، اذا كان حقيقي ولا مجرد فولس بوزيتيف؟ غالبا السؤال ده بيكون نتورك تحديدا يعني. هو السؤال ده بيعمل حاجات كتير. يعني ما هو بناء على الآلة اللي أنا بشوفها أقدر أحدد هي فولس بوزيتيف ولا لأ. يعني أنا مثلا ممكن أكون حاطط رول، أي حد يفتح أي موقع بلغني بيه عشان أعرف هو بيفتح إيه. مم. فبالنسبه لي هقعد ابص على كل واحده فهلاقي كتير فولس بوزيتيف. فبناء على الرول اللي انا حاططها اعرف هي فولس بوزيتيف ولا لا. فممكن احدد عن طريق كاتيجوري مثلا. لو حد حاول ان هو يفتح موقع مثلا بتاع الكحول، اضرب عندي اوفنس، غير كده ما تضربش. فدي بتفرق على حسب الرول اللي موجود عندي في السيستم. جميل. طيب احنا كده يعتبر خلصنا كل ما يخص الجزء بتاع السكر. والله يا محمد انا مش عارف اقول لك ايه، خصوصا انت كنت عايز تنام وانا جبتك السيشن ديت على ملا وشك كده. يا عم عادي ولا اي حاجه. حبيبي جزاك الله كل خيرا يا صديقي. هتنام دلوقتي بقى؟ شوف بقى هتنام ولا هتعمل ايه بقى. انا عايز اقول لك ان ورايا شغل تاني عايز اخلصه الاول، وبعدين هخش انا. خلاص ماشي، يلا تصبح على الف خير يا حبيبي. بالتوفيق يا شباب، لو حد عايز أي حاجة أنا متوفر على لينكد إن باسم محمد عمرو. انا هحط كده كل التواصل بتاع كل وسائل التواصل بتاعتك ان شاء الله في الديسكريبشن يعني. ماشي. يلا تصبح على الف خير.